السلام عليكم ورحمه الله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم النهارده بوصفه تقليديه شويه بس كلنا بنحبها ومفيش حد ما بيحبهاش. إيه، طبخين اللحمه في الشوربه بس بطريقه مختلفه، ان شاء الله تعجبكم. اول حاجه هنزل باللحمه بتاعتي، هديها صدمه على النار الاول. انا مش بحب اغليها في ميه لحد ما تغير اللون كده زي ما انتم شايفين. هنا هبدا اضيف عليها البصل والطماطم بتاعتي. اهم حاجه لازم توصل للون ده، واللون الاحمر اللي فيها ده يختفي تماما. هي كده بقت خاليه من اي حاجه. هنزل عليها بالبصل والطماطم بتاعتي. دي طريقتي انا بحب اعملها كده، مش بحب اغلي لها ميه واسقطها فيها وبعدين احط عليها البصل والكلام ده، لا انا بحب اعملها كده. دي بتبقى احلى اكتر وبحسها انضف. انا لما انزل اللحمه في ميه مغليه من غير ما اشوحها بحس ان هي مش حلوه خالص. احط عليها معلقه سكر. السكر بيخلي اللحمه تستوي شويه اسرع من العادي. مش بحط ملح غير الاخر خالص. حطيت هنا حبهان او هيل وورق لورا او ورق غار، معظم الناس تعرفه، وفلفل. مش هحط اكتر من كده لحد ما اللحمه تستوي. وهضيف عليها ميه مغليه. اهم حاجه انزل عليها بميه مغليه، ما انزلش عليها بميه بارده علشان اللحمه بتاعتي ما تتصدمش. اللحمه يعني هي دي لحمه ضاني مش لحمه بقري. ما خدتش وقت خالص في السوا زي ما انتم شايفين، دايبه دوب. وبالاكتر كمان السكر هو اللي بيعمل فيها كده. دي معلقه برضو دهن بقري برضو، يعني حاجة كده بجيب الدهن واسيحه واعمل بيه كده بيكون اصح جدا من الزيت. نزلت بالبصلاية عليه على طول. هعمل هنا خضار. اول ما البصلايه تبدا تغير اللون هنزل عليها بالطماطم على طول. انا عايزه بس البصلايه تدبل، مش عايزاها تاخد لون علشان مش عايزاها يعني تبقى ايه، حاميه كده في الاكل والكلام من ده. هنزل بالطماطم بتاعتي. اول ما الطماطم تبدا تتسبك بكون غاسله الجزر عندي ومجهزاه، ببدا انزل بيه. بديله تشويحه برضو اول حاجه. انا بنزل بالجزر اول حاجه لان الجزر بياخد سوا شويه عن البطاطس والبسله بتاعتي. هنا نزلت بملح وفلفل والسنه من السبع بهارات والبابريكا. ما بنزلش باكتر من كده. بدي الجزر تشويحه الاول علشان يعني يبقى خد صدمه اول حاجه. وبعدين ببدا انزل بالبسله بتاعتي. البسله طازه او فروزن او بتشتريها من بره براحتك. دي كانت انا عندي مخزناها. بديهم برضو تشويحة مع بعض كده. ما بضيفش البطاطس دلوقتي خالص. هنزل دلوقتي بالمية السخنة اللي عندك او الشوربة او المرقة اللي عندك. انا طبعا عندي شوربة لحمة هنزل بيها، طبعا بتخلي طعم الخضار او البسلة في حتة تانية خالص. هنا كان استوى عندي نص السوا. هبدأ انزل بالبطاطس عشان البطاطس ما بتاخدش سوا خالص. او اما بيستووا مع بعض بيبقوا كويسين. اما بحط البطاطس من البداية بتتهري، خدي بالك من النقطة دي. البطاطس بتتهري جدا وبتبقى وحشة جدا. هنا عندي في حلة تانية ضفت 3 معالق زيت وضفت كوبايه شعريه، الكميه اللي انت تحبيها. انا عندي هنا كوبايه شعريه. هضيف عليها 3 كوبايات من الرز. او الشعريه خدت اللون الذهبي معايا ده، مش اللي هو الغامق ولا الفاتح. انا والله الشعريه فاتحه والسباتشولا دي خضره مش زرقاء، بس التصوير مش عارفه ليه جايبها كده. بنزل بالرز وبديله تشويحه الاول مع الزيت علشان الزيت يغلي في الرز كده ويبقى مفلفل وحلو. بنزل بكميه الميه بتاعتي يا دوب بغطي بيها الرز كده، برضو يا حبذا تكون سخنه. نزلت يا دوب بملح وكمون. حاجه ما شاء الله تحفه. ان عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك. ودي قناتي انا رانيا، يسعدني ويشرفني انك تبقوا موجودين فيها.